اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا. النهارده معايا بقى مشتريات الخضار او مشتريات السوق. اسعار الخضار النهارده في السوق عايزه اقول لكم والله العظيم اقسم بالله انا بقيت يعني خضري جنب خضري، اسال دوت سعر اسال التاني سعر. انتوا فاهمين قصدي؟ اللي هو ايه بقى؟ طب هتعملوا ايه تاني؟ طيب يعني فاهمين. فاللي هو ما هو نفس الخضار. الناس اللي هتقولي اصل ده بيجيب، لا هو الخضار واحد وبيجيبوا اكيد من نفس المكان، بس في واحد بيستغل، في واحد بياخد الربح اللي هو الشرعي اللي هو اللي ربنا محلله، في واحد ياخد ازيد فيه وفيه. فالدنيا يعني مش مستاهله ان انا الواحد يعني مش اللي هو الجنيه او ال2 جنيه اللي انت هتزودهم هم دول اللي هيغنوك. خلينا الأول ندعي لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمين كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم آمين. خلينا اسعار الخضار، وزي ما انا مشيت او كتبت الميزانيه هي اللي انا مشيت عليها بالظبط. وريتكم فيديو المشتريات بتاعه السحور او بتاعه الفطار. هو الحاجات اللي انا كنت جايباها هي الفرد واحد، علشان بس الاخت الكريمه هتلاقيها بس ما تابعتش الفيديو للاخر. انا فعلا كانت المشتريات دي الفرد واحد اللي هو انا. وكنت موضحه ده في الفيديو بتاع المشتريات بتاعه سحور رمضان، وموضحاه في فيديو الميزانيه كمان. خلينا نشوف الاول. خلينا نبدا كده من اليمين. حبيت ان انا اجيب البتنجان دوت بقالي يعني مش كتير قوي بس كتير كتير قوي. بقالي كتير قوي يمكن من وقت وفاة بابا الله يرحمه. ما كلتوش لاني بابا الله يرحمه هو اللي كان بيعشقه عشق. فانا حبيت النهارده ان انا اجيبه لاني نفسي اكل بتنجان مخلل. بقالي كتير انا بعشق البتنجان المخلل، وخصوصا بقى اللي مليان دقه، او عارفين انتوا ليمون وخل وفلفل، هو ده. فقلت هجيبه ان شاء الله، هعمله كده مخلل مقلي. علشان خاطر هعمل النهارده غدا ملوخيه ورز اللهم صل على النبي وشويه بسله او بطاطس، لسه يعني ما قررتش ايه فيهم. فقلت اعمل جنبهم شويه بتنجان مخلل، لان الطبيخ دايما بيحتاج حاجه مخلله، وخصوصا البتنجان. البتنجان ده بكام؟ عايزه اقول لكم. سالت عليه عند واحد قال لي اللهم صل على النبي ب10. عند واحد تاني جنبي والله جنبه قال لي ب12. انتوا متخيلين يعني 10 و12 يعني، والاتنين جنب بعض. فاللي هو انا كنت سائله واحد وبعدين رحت سالت ده لقيت ده بيقول لي ب12، رحت راجعه ب10 تاني، فجبت نص كيلو على قدي. مش هعمله طبعا كله. في الفلفل دوت برضك نفس الكلام، والله كان عند الراجل سألته، نفس الراجل اللي انا جبت من عنده البتنجان. كنت سألته قال لي اللهم صل على النبي ب15. رحت للتاني قال لي ب16، رحت راجع تاني لابو 15. اللهم لك الحمد طبعا. بس الفلفل انا اتفاجئت ب15 زيه زي البصل برضو ب15، البطاطس ب8، الطماطم ب6 وب7، وكيلو ونص ب10. فجبت نص كيلو برضك فلفل بينفعني وحلو يعني بيقعد في التلاجة. فجبت نص كيلو يعني الاتنين دولا اللهم صل على النبي ب12 جنيه ونص. جبت نص وجبت نص، نص ب5 ونص ب7 ونص. فالفلفل ده جايباه عشان البتنجان هقلي منه وهدقه طبعا للبتنجان. في بقى الملوخيه برضك اللي اول ما دخلت السوق سالت لقيتها ب12. طلعت لقدام شويه لقيتها ب15. فسالت واحده ست كده فلاحه قاعده، يعني بصراحه ربنا يا رب يكرم كل البايعين يا رب ويسهلها لها، يسهل للجميع. قالت لي ب12. فجبت كيلو، نص كيلو اسفه. جبت نص كيلو لاني طبعا ايه ما بتقعد عندي بصراحه بتبوظ. فجبت نص كيلو ب6 جنيه. انا كده كده ان شاء الله بامر الله ناويه ان انا اجيبها وانشفها. الملوخيه اصلا الجديده نزلت، فطريقه احلى طريقه تعملي بيها الملوخيه عشان تخزنيها ما تفرموهاش في الفريزر، لا نشفيها ويعمليها اللي هي زي الملوخيه الصعيدي، بتبقى طعمها رهيب والله رهيب. نيجي بقى للمكرونه. انا المكرونه دي سالت عليها في السوق، كنت عايزه اجيب اللي هي كايرو. دي يمكن انا جايباها من بدري قوي،
كنت جايبه مكرونات منها وشعريه، فسالت الصغيره 300 جرام قال لي ب7 جنيه والتلاته ب20. فما سالته الكيلو بكام قال لي ب20. قلت طب ما انا اللي يخليني اجيب 3 اكياس ب20 جنيه وهيبقى 900 جرام، لا خليني اجيب الكيلو ب20 جنيه وهيبقى اسمه كيلو فرق 100 جرام، انا اولى بيه برضه. فجبت شعريه، كنت هجيب يعني مكرونه وكده تانية، فقلت لا خلينا اجيب الاول شعريه واسباجيتي ب20 و20. دي كيلو اهيت، كيلو ب20 جنيه اهي. كارو دي حلوه على فكره، جربتها انا في المكرونه وبرضه كانت جايباها تقريبا في شعريه، ودي قال لي هي نفس الشركه يعني فرق الاسم بس، لكن هي نفس الشركه بالظبط. وحلوه على فكره، خفيفه وسهله قوي عن اللي هي الملكه بحسها تخينه وتقيله شويه. فجبت دي برضه كيلو ب20 جنيه اهو، كيلو اهو تحت ب20 جنيه. قلت عشان رمضان وانا ما عنديش بصراحه مكرونات، يعني المكرونات اللي عندي دخلتها في الشنط خلاص، فمش ناويه ان انا اطلع منها اي حاجه، خلاص قفلت الشنط اللهم لك الحمد. فقلت خلاص هجيب بقى الاستهلاكي انا ديت، انا مش هفتحها، هي لحمه. بصوا اللي حصل معايا، انا بجيب من الراجل اللي انا بجيب منه، رحت لقيته لسه دابح، يعني لسه الذبيحه قدام المحل عنده، قدامه يعني مش اقل من 3 ساعات على ما يبدا ان هو يطلع. اللحمه عنده بكام؟ تقريبا ب165 او ب170، والله يعني انا مركزتش معاها، بس هي قالت لي تقريبا ب165 يا ب170، لان هو كان مشغول في الذبيحه. رحت لواحد تاني كان برضك لسه دابح ولسه بيشفي، فلسه قدامه برضو شويه. فرحت بقى لواحده تالته، بصراحه ديت اول مره في حياتي اتعامل معاها. جبت اللحمه ب180 جنيه، بس بصراحه لحمه حمراء ما فيهاش دهنه، فطبعا مش هفتحها معاكم. وبالمناسبه انا عندي فيديو مشتريات، بس والله كنت ناسيه جدا ان انا قلت ان انا مش هطلع اي لحوم، مش هظهر اي لحوم عندي. بس ما كانش عندي هنا الفيديو، كان عند والدي الله يرحمه، فظهر معايا فرخه، فانا متردده جدا في ان انا انزل الفيديو. اسعار وفيديو حلو جدا على فكره، واسعار قايله لكم فيه اسعار الخضار واسعار كل حاجه فيه، والفيديو لذيذ والله انا عجبني، بس اتضايقت ان انا نسيت وحطيت الفرخه و يعني ما كانش قصدي خالص. فقولوا لي لو عادي ان انا انزله لكم ولا لا. ديت اللحمه انا مش هفتحها زي ما قلت لكم. في بقى البتنجان العسل ده، بتنجان الرومي القمر دوت، انا من بدري من بدري من بدري نفسي اجيب بتنجان رومي. انا بحب البابا غنوج اكتر وبحب المسقعه، بس البابا غنوج اكتر. البتنجان ده انا مش جايباه للبابا غنوج ولا للمسقعه، انا جايباه شفت كده طريقه لذيذه عجبتني. بتقطع البتنجان دوت بعد ما بتقشره مكعبات صغنونه، ومعاه بصل وبطاطس وفلفل وتوم والكلام ده كله، وتشوح كله مع بعضه وتسيبه يستوي، وتحط عليه صلصه او طماطم وتتبله، وبيبقى شكلها كان لذيذ عجبني. فمن بدري نفسي اعمل الاكله ديت، فقلت خلاص هجيب بتنجان، وهي وجبه برضك هتوفر معايا. البتنجان ده ب10 جنيه، فانا جبت كيلو ب10 جنيه، لا ثواني ده ب8، ايوه البتنجان ده ب8، جبت كيلو وربع ب10. بس ما شاء الله حلو، وقلت لكم قبل كده كتير ازاي تختار البتنجان الرومي اللي ما يبقاش مبذر من العلامه اللي تحت ديت. كل ما هي صغيره كده ما تلاقيش البتنجانه مبذره ابدا، وتكون برضك طريه، يعني نحط في الاحتياط ان هي تبقى طريه شويه ما تبقاش ناشفه. فانا دايما 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 بجيب البتنجان بالطريقه ديت، والله ما فيش ولا مره خلف معايا اللهم لك الحمد، غير اللي هو عارفين بذر بسيط اللي هو طبيعي يكون فيه بذر بس بسيط جدا. بس فدوت البتنجان ده بجنيه وربع ب8، جبت كيلو وربع ب10 جنيه. بس فزي ما قلت لكم والله الخضريه كل واحد بيبيع بمزاجه، كل واحد حاطط السعر اللي هو عايزه، مش اللي هو فكره اسعار غاليه. والله ده اللي انا حسيته، والله اعلم يعني بكل واحد ونيته. بس حسيت ان كل واحد بيبيع بمزاجه، اللي هو اللي ياخد بقى ويشتري بالاغلى ماشي قشطه، انا اللي مستفيد. اللي مش عايز في جنبي ارخص، وفي اخر النهار هرخص بس ايه بالسعر اللي بتاع السوق كله. بس دي كده كانت مشتريات النهارده. ديت كده 40 و10 50، وقولي هنا 10 دي كده 60.
هنقول 70، بس هي حاجة و80. هنقول 70 كده، حاجة و60 يعني، لان هنا 2.5 و6. هنقول 70 كده، 70 جنيه. ولسه طبعا الخضار مش هو ده بس، غير ان انا جبت البطاطس وعندي البصل، فانا لسه في حاجات بقى اللي هي بسيطة. مثلا لو هعمل محشي هجيب كرنب، هجيب خضرة، هجيب حاجات بسيطة. قصدي اقول لكم ان الميزانية بتاعة الخضار اللي انا حطاها اللهم لك الحمد مشيت عليها هي. ولسه في طبعا مبلغ، لان انا حاطة تقريبا 200 جنيه او 300 جنيه. ففي باقي المبلغ ده هشيب بالخضار اللي ناقص لسه عندي. يعني مثلا لو هجيب فاكهة، ممكن لو هجيب لسه بتنجان، كوسة، مش عارف يعني، لسه الخضار يعني ايه، ولسه رمضان معانا يعني. بس ده كان فيديو المشتريات بتاعي النهارده. اتمنى يا رب يعجبكم. زي ما قلت لكم اللحوم، انا قسم اللحوم كنت حاطاله 260 جنيه بس. اللحمه انا جايباها ب180، فانا اللي المفروض المية كده هيتبقى كام؟ 180. هيتبقى تقريبا 60. ال60 اللي باقية او ال80 اللي باقية هخليها للسمك. بس ده كده كان فيديو النهاردة. اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا رب. ربنا يبلغنا رمضان ويتقبل منكم ومنا صالح الأعمال يا رب، اللهم امين. واشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامة.